السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لقاء مهم برسم نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين نادي الوداد الرياضي وصن داونز الجنوب إفريقي. الوداد بقى هو الممثل الوحيد والدائم الوحيد لكرة القدم المغربية في المنافسات الإفريقية، وكنتمناو إن شاء الله قبل ما نهضروا على أنه يتوج باللقب نتمنوا أنه يدوز الاختبار ديال صن داونز. مقابلة قوية، الخصم الجنوب إفريقي كيتميز بالتقنيات الفردية، لياقة بدنية عالية والأسلوب المختلط لفرانكو وأنجلو ساكسوني أيضا. كنتمنى على ان اللاعبين هما اليوم اللي غيكون عندهم القرار، اللاعبين هما اللي غادي يكون عندهم ايضا الدافع، اللاعبين اللي غيخلقوا ريوسهم ايضا الدافع القتالي على جميع الكرات، مجابهه الكره الجنوب افريقيه اللي في الحصيله ديال المواجهات بيننا وبينهم كفرق ومنتخبات عندهم واحد التفوق بسيط علينا. هذه فرصه ومناسبه ايضا لنادي الوداد الرياضي باش يكرس المستوى اللي ظهرت به كرة القدم المغربية مؤخرا في كأس العالم للأندية. لما لا المنافسة على اللقب الرابع في تاريخ نادي الوداد الرياضي على مستوى هذه المنافسة، وأيضا البحث على تحقيق المبتغى اللي هو أيضا تربح جوج ديال الفينالات مشابعين. الوداد الآن يمثل المغاربة، ولكن يمثل المغاربة اللي قلوبهم بيضاء وحمراء، ما فيهاش شي ألوان أخرى ولا ألوان الحقد والكراهية. الوداد الآن يمثل المغاربة الأحرار. كنتمنى على أن جميع المغاربة الأحرار يتمناو حظ سعيد لنادي الوداد الرياضي. ومرة أخرى أكرر، الكرة في ملعب اللاعبين هما اللي غيساعدوا زفان عنده تجربة إفريقية، كانت في سيمبا الجيش ما لعبش معاهم لي كومبيتيسيون أفريكان، ولكن عنده دراية بالعقلية ديال اللاعب المغربي. فعلى لي كادغ ديال الوداد وعلى اللاعبين أيضا الآخرين اللي كيصغروهم سنا أنهم هما يتعاونوا مع زفان، يتعاونوا باش يفرحوا هذه الجماهير اللي لقيت ناس جايه من جميع المدن المغربيه. ونتمنوا على انه يكون عرس كروي افريقي في المستوى، ونتمنى انتصار ديال نادي الوداد الرياضي 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله، مع احترام الخصم. لا اله الا الله محمد رسول الله، عاش الوداد، صلوا فائزون. شكرا جزيلا.